يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امين يا رب. تقبل منا صالح الدعاء. معانا بقى فيديو مجمع كده الاكلات كده معاكي وافكار علشان ما تزهقيش. ده طاجن رز معمر وشويه بطاطس كده بالصلصه وحبه جزر مبشورين وبنجر. البروتين طبعا اللي انت تحبيه، فراخ، لحمه، برضو الكميه حسب ما انت تحبيها. ومعانا بقى صينيه البشاميل دي بقى اللي هي ايه، عظميته زي ما بيقولوا، باللحمه المفرومه، بسيطه خالص ما بتاخدش لحمه كتير. وشويه برضو خس وطماطم وشويه شيبسي. اللي في البرطمان ده كانت انا صايمه في اليوم ده، وكنت بله شويه تمر بلبن عشان افطر عليهم، وشويه مخلل. اكله بسيطه خالص برضو ما بتاخدش وقت معاكي. على الفحم بقى والدلع كله. صينيه الماكريل ديت مشهورة عندنا قوي في البلد بتاعتنا، خلطة فسفور يعني، كان هو المحل اللي بيعملها اسمه كده. بس بصوا طالعة جميلة ومحمرة، وشوية سلطة جنبها وشوية بابا غنوج. والرز بتاعنا، عايزه الرز بتاعك يطلع ابيض كده وجميل كده. حاجه بسيطه خالص وانتي بتسلقيه. الميه اللي انتي بتسلقيه فيها حطي عليها معلقه خل او عصره ليمون، بس حاولي الليمونه ما يكونش فيها لا بذر ولا التفل بتاعها ينزل في الميه، يعني صفيها مثلا على مصفى وانتي بتعصريها كده. هتطلع معاكي الرز بالجمال والبياض اللي انتي شايفاه دوت. حاجه تشرفك كده لو عندك ضيوف، يبقى شكل الرز كده جميل. والماكريل بقى، كل الوصفات دي يا جماعه موجوده على القناه. انا بس جمعت لكم كده منها. عارفين ان الفيديو ده اخد شغل اكتر من ان انا لو مصوره وصفه ومنتجاها ومنزلاها عشان اجمع لكم من اول كده القناه الاكلات بصراحه. بس بصوا طالع دايب وجميل، بألف هنا وشفا. ودي كلها افكار احنا بنساعد بعض بيها، حاجات بسيطة ومش مكلفة. دي أكلة بقى بسيطة وسريعة كده، شوية جلاش كده أو رقاق حسب بقى اللي موجود عندك. أنا كنت عاملاها بالجلاش، طالعة خرفشة وجميلة جدا، بس في نفس الوقت طرية، وفيها لحمة مفرومة معصجة وشوية شوربة لسان عصفور وحبة سلطة برضو خضرة كده، مش يعني مش حاجة برضو مكلفة. شوية خيار مبشورين وجزر، حاجة برضو تطري معاكي وتبلع معاكي الأكل. انا مكانش عندي مخلل في اليوم دوت، بس انا كلمت جوزي يعني جاب وهو جاي، بس ما لحقتش بقى اصوره معاكم. بس كانت اكله بسيطه وسريعه، متقفيش كتير في الحر اللي احنا فيه. هتعملي صينيه الجلاش في ساعتها وتدخليها الفرن، وشويه شوربه اللسان العصفور، وخلصنا على كده. اكله سريعه وتنفع للمصايف، تنفع بقى لليوم اللي انت مثلا تبقي كده مش قادره تعملي فيه. معانا برضو اللي هو الميني تارتات بتاعه البيتزا ديت، كانت سهله خالص برضو وجميله، والعجينه بتاعتها كانت طريه قوي. كنت عجناها كده بزبدايه، كانت جميله. وده بيفي كده بطعم البسطرمه، بيديكي برضو طعم البسطرمه ونكهتها، بس يعني ارخص شويه، حاجه بسيطه وشويه ميكس جبن كده مع بعض. في ثواني بصوا، في ساعتها بفرد الجبنه وفوقيها يعني الصلصه والحاجه مع بعض. ما بتاخدش اي حاجه، وسهله وسريعه، وفي نفس الوقت كل الاطفال بيحبوها. وبرضو تنفعك كده في خروجه، رايحين نادي، رايحين مثلا حاجه عشان الحر بقى، الولاد اخدوا الاجازه وعايزين بقى يخرجوا. الاكلات دي سهله خالص ان انت ممكن تعمليها وتاخديها معاكم وتخرجوا كده في اي مكان، او على البحر بقى، اهل اسكندريه بقى وحبايبنا وبورسعيد والاماكن الحلوه اللي عندهم بقى بحر كده، يطلع يقعدوا عليها وياخدوا الاكلات السريعه دي معاهم. اول ما تطلع من الفرن يا جماعه لازم نغطيها كده زي ما بقولك، علشان خاطر ما تنشفش معاكي. هتبقى العجينه بتاعتها طريه وجميله جدا، برغم ان انت محمراها كده ومسوياها كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال. انا ماليش حظ في الجبنه اللي هي بتمط دي صراحه بس هي عجينتها هشه وطريه ومشبعه. ممكن ترققيها عن كده، بس انا كنت عاملاها على اساس تبقى زي سندوتشات كده، الولاد ياكلوها تبقى ايه، تشبع معاهم. سخنه قوي معرفتش امسكها بس سهله وبسيطه وما فيهاش حاجه، وما بتاخدش وقت برضو معاكي ولا واقفه. الكينج بقى بتاعنا السمك المقلي، اكتر اكله عندنا في العيله بيحبوها ولادي وجوزي وانا بصراحه. اكله السمك المقلي دي حاجه تحفه التحفه، يعني لما تعمليه مش هتشبعي منه. وجنب منه شويه رز صياديه
وحبة سلطة وحبة بابا غنوج برضو او سلطة طحينة المتاحة عندك، وبتزوقيه كده بشوية خضار وحاجة يعني. بصوا يعني من الاكلات اللذيذة. الخلطة كمان اللي انا بعملها احشيها بيها دي وانتي بتقليه، اللي هيشم ريحة هيفكر انك بتشوي فراخ مش بتقلي سمك صراحة يعني. وطعم بقى ولا اروع، حاجة جمال. اسمعوا الفيديو بجد هيعجبكم. شوية بقى بامية وشوية ملوخية، حاجة بسيطة برضو. ما البامية ممكن تعمليها عادي من غير لحمة، براحتك يعني انتي حسب امكانياتك. شوية بقى محشي مشكل، حاجة بقى ايه ده عشق المصريين كلهم، المحشي ورق العنب وشوية كوسة وفلفل وبدنجان. بصوا الجمال يعني. انا يومين ما عملتش برضو جنبهم حاجة، شوية خيار وشوية مخلل وحبة سلطة الطحينة. كان بصراحة طالع جميل. حتى بصي المحشية مش مهرية كده في السوا، طالعة المحشية بمحشيتها كده وطعمها جميل يعني، في نفس الوقت مستوية بس مش مهرية. فكان بصراحة يوميها برضو كانت أكلة جميلة أو شيخ محشي زي ما بيقولوا. كان بدنجان وكوسة وفلفل وورق عنب وورق كرنب وشوية سلطة الطحينة دول في حتة تانية. ونحبس بقى بأحلى حاجة كوبايتين الشاي دول اللي بالنعناع. اجمل حاجه بعد اكله المحشي بالذات، تحسي انك عطشانه كده وعايزه تاكلي حاجه تشربي حاجه دافيه معاه. برضو البرجر، احلى برجر منزلي انت تعمليه من ايديكي بالنظافه، وبتحطي لوش بقى الحاجات اللي انت بتحطيها الاضافات، عارفه انت حاطه له ايه. برضو طريقته جميله خالص على القناه وما اخدتش وقت معانا. وبتعملي برضو العيش الكايزر ده انا اللي عاملاه برضو يوميها، موجود برضو على القناه عندك. ادخلوا كده خدوا جولة كده في القناة بتاعتنا هتعجبكم قوي ان شاء الله. والله احنا بنتعب وبنشتغل فيها. بصوا بيبقى جميل، وبتعمليه بالحجم برضو اللي يناسبك ويناسب ولادك كده على قدهم. شوية بطاطس جنب منه مقليين، وده قرنين فلفل حراقين انا بحبهم. الاكله دي اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت لذيذه جدا يعني. ربع كيلو لحمه من اللي هي الجزاري او اللي هي من القوات المسلحه، او شوفي انت بتشتري اللحمه بتاعتك منين حسب امكانياتك. صدقيني بربع كيلو لحمه عملت الوليمه اللي انت شايفاها دي، طعامه بقى ولا اروع. ممكن بدل اللحمه سجق، بصراحه برضو بتطلع تحفه التحفه يعني. وده صينيه بطاطس محشيه مفروم. انا عايزه اقولك ان دي اكتر اكله اقتصاديه يعني. شوفي الصينيه دي كلها ما اخدتش معايا معلقتين لحمه مفرومه مثلا، وشويه دس كده. انا بحب اعمل معاها الدس على اساس هما في الفرن مع بعض، وبصراحه بيبقى طعمها احلى. وشويه خس كده خضار جنب منك برضو، وشويه المخلل ورضا ونعمه. والحمد لله ربنا كده بس يستر بيوتنا جميعا يا رب ويعيننا جميعا. ولذيذه وفي نفس الوقت الولاد بيحبوها. كرات كده البطاطس محشيه مفروم، مفروم معصج عادي زي بتاع البشاميل او زي اللي بتعمليه للرقاق. الدلع بقى اللي كان يوم شم النسيم ده، بس طبعا احنا عادي بناكلها في اي وقت. الرنجة، سلطة الرنجة بالسلطة الطحينة دي يا جماعة انا بعشقها انا وجوزي، تحفة تحفة تحفة. واللي هي بالصلصة ديت جميلة قوي قوي. ودي بقى اللي هي العادي خالص مفصصاها بس كده عشان ابني بقى هو اللي ملوش في في التحابيش زينا كده. لكن انا وجوزي وبنتي بنحب اللي هي بالصلصه، والتانية بس اكتر اكتر اللي هي بسلطه الطحينه دي هتعجبكم جدا. خصوصا بقى لو الرنجه جات لك حادقه. انا عايزه اقول لك نصيحه يعني، لما تجيبي الرنجه ما تجيبهاش كبيره يعني. انا في اليوم ده كنت واخده مقلب بس لا طلع مقلب زي العسل يعني. كانت طالعه مدياني كميه حلوه معايا، فصصت بقى وعملت وابدعت براحتي. بس اكله جميله جميله. وبرضو يعني كسرنا روتين الايام كلها وما وقفناش كتير. ما اخدتش حاجه، لو شفتوا الفيديو بتاعها بسيط خالص وما فيهوش اي حاجه، بس بتديكي طعم وتنويعه برضو. اللي بيحب كده وبيحب كده يعني كله هياكل ويتراضى ويبقى مبسوط. هي طبعا ما بقتش اقتصاديه خالص الرنجه، لان اسعارها ما شاء الله يعني علينا. اهو بصي كان حجمها مش كبير يوم ما انا جبتها ساعه شم النسيم، بس بصراحه يعني كانوا فارقين معايا. قدرت ان انا اخدهم كده اوزعهم، ان انا اعمل الصنف ده باتنين والصنف ده كده يعني. والعيش بلحمه البيتي بقى ما اقولكيش عليه يعني، حاجه بقى ايه نظافه وجمال. بصي نص كيلو مفروم وشويه فلفل الوان وكم بصلايه كده وشويه بهارات بقى، بهاراتك كلها وابدعي فيها. العيش بلحمه يا جماعه بيحب البهارات صراحه يعني، وشويه خضار كده والبصل. فكمية البصل برضو حسب رغبتك. في ناس بتحب تزود كمية اللحمة بالبصل والفلفل الألوان،
وده بقى الاكله الجميله بتاعتنا اللي هي اكترها بتبقى في الشتاء يعني، بس انا بحب اخزنه. ده قلقاس انا حاطه فيه كفته رز، براحتك برضو انتي حابه تحطي حطي، مش حابه لا عادي. طعمه بيبقى جميل، وشويه رز ابيض جنبه، وشويه المخلل ورضا ونعمه. ويا رب يا رب دايما نكون عند حسن